يا مساء الورد والياسمين على احلى متابعيني. النهارده هعمل معاكم وصفه كانت وحشاني جدا. هعمل معاكم الكشري الاسكندراني، يعني الكشري بعدس اصفر. بجد حلو قوي وكان وحشني جدا. اول حاجه حطيت سمنه في الحله، وسخنت الحله كويس جدا، ونزلت ببصلايه مقطعاها قطع صغيره، وهبتدي ان انا اشوحها في السمنه. هخليها بس اللي هي تدبل، انا مش عايزاها تاخد لون، بس هخليها تدبل. اسفه جدا على صوتي، بس انا عندي برد، ادعولي بقى ان ربنا يشفيني. انا كده ابتديت ان انا اقلب السمنه مع البصل، اشوح البصل. وكنت غاسله كوبايه رز عليها كوبايه عدس، مقدار كوبايه رز عليها كوبايه عدس، علشان كله يبقى متساوي كده والطعم يبقى حلو. غسلته من النشا بتاعه وحطيته كده يتصفى كويس جدا، وهبتدي ان انا احطه على البصل والسمن وهشوحه. وهفضل اقلب كده وايدي فيه لحد ما كله لونه يصفر. انا مش عايزاه ياخد لون التحميره، انا عايزاه بس ايه، الميه اللي فيه تنشف ويبتدي يعمل كده صوت في الحله، وتتاكدي ان كل الميه خلاص نشفت اللي فيه. هو كده خلاص خد اللون اللي انا محتاجاه. هبتدي اقلبه بقى كده، وهجيب البهارات وهبهره. حطيت فيه ربع معلقه سكر، بتديله برضو تست حلوة قوي، وقالب ماجي وكمون وفلفل اسمر حبة صغيرين جدا، وكاري او كركم على حسب ما انت عايزة، علشان بس كده ايه يديله طعم ولون. وهبتدي ان انا اقلبه عشان اسيح الماجي، وهقلب كل ده كويس جدا مع بعض عشان اتاكد ان الماجي دابت. انت لو عندك شوربه ممكن تسقي بالشوربه بدل الميه، عايزه تعمليه بميه بس براحتك، عايزه تحطي قالب ماجي زي ما انا عملت برضو براحتك، هو بيديله طعم حلو قوي. وهبتدي اقلب كله كده واتاكد ان الماجي دابت. او ممكن تحطي القالب الماجي في كوبايه الميه المغليه. العدس معايا اهو بقى سخن جدا، ولازم احط عليه مقدار المية تكون مغلية. المية لازم تكون مغلية، ده ضروري جدا في الخطوة دي. مقدار المية بقى تحطي المية، مقدار المية انزلي عليه كده بالمية لحد ما يغطيه، او بقى اقلب بحاجة بسيطة او يغطيه بالظبط. مش لازم يبقى المية كتير علشان ما يعجنش منك. وتقلبيه وتغطيه وتوطي عليه بقى وتسيبيه خالص لحد ما يتفلفل. هو كده خلاص اتفلفل معانا، وبجد الطعم كان حلو قوي. انا دقته بس كان محتاج شوية ملح، فحطيت عليه ذرة ملح صغيرة، ربع معلقة واقل كمان. انا هنا كنت بدوقه، انا بحب ادوق جدا الاكل يا جماعة، لازم كده تطمن على الوصفة عاملة ازاي. وده بقى طبعا لازم يتاكل معاه سلطة طماطم ببصل، بس احمد ما بيحبش البصل، لازم سلطة طماطم فقط. وعليها كده شوية بقدونس. انا جبت الطماطمايه وقطعتها وبصيت فيها كويس جدا، وشلت العنقود وقطعتها كده قطع صغيرة علشان تكون على قد المعلقة. هقطع بقى الطماطم اللي معايا وهحطها بقى في طبق، واحط عليها ملح وكمون وخل وليمون وكده. تعالوا بقى نعمل مع بعض الصلصة. الدقة انت عايزه تعملي الخطوه دي اعمليها، مش عايزه براحتك، بس انا اول مره اجربه فقلت اما اعمل الخطوه دي. جبت الطاسه وحطيت فيها فصين توم مفرومين، وهبتدي ان انا اشوحهم. واول ما تشوحوا هحط فيهم معلقتين كبار من الخل او معلقه كبيره على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، وهنزل عليها بمعلقه صلصه او طماطم، عصير طماطم مصفياه. وهبتدي احط كده الصلصه واحط عليها شويه ميه، وهبهرها بقى ملح وفلفل وذره سكر، ربع معلقه سكر وكمون وبهارات. وهبتدي ان انا اقلبها، وحطيت عليها بابريكا عشان كده تديها لون حلو. وهقلبها، مش هتاخد وقت خالص، هي لازم تبقى تقيله كده شويه، ولا تقيله ولا خفيفه، تبقى متوسطه. وحطيت عليها ربع معلقه توم باودر، وهقلب كل ده مع بعض. وهسيبها بقى لحد ما تتسبك. انا عايزاها تبقى ولا تقيله ولا خفيفه، تبقى متوسطه. هسيبها بقى لحد ما تتسبك، هي مش هتاخد منك اي وقت لان الكميه قليله. وبكده خلاص تكون وصفتنا خلصت. هبتدي بقى ان انا احط عليها
معلقة كده صلصة من فوق الوش. هخلي واحدة بالصلصة وواحد طبق بالصلصة وطبق بالبيض. انا ما حبيتهوش الصراحة بالبيض، فانا اول مرة اجربه بالبيض. انا سلقت البيضة عادي خالص ودحرجتها بس بشوية زبدة وحطيت عليها فلفل بس. هنا بقى كنت محمصة عيش زي بتاع الفتة، برضو اداله طعم حلو. وبكده خلاص تكون وصفتنا خلصت. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك واشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واي وصفة انتوا تطلبوها مني اكتبوها لي في الكومنتات وانا هجربها معاكم. باي باي.